جاء الغيث وسقانا الله بالشتاء من بعد ما قنطنا ويأسنا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي والحميد. وهذه دروس كيعطيها لنا الله، انك ما خصكش تقنط مهما ضاقت وتاخر عليك الفرج. ما كيعنيش ان الله نساك، انما عنده ميقات معلوم، الحكمه لا يعلمها الا هو. لكن موضوعنا ماشي على الغيث، انما على شنو كيجي معاه، هذا الصوت اللي كيخوف كل من سمعه. الرعد اللي قليل اللي عارف شنو هو، وبزاف كيظنوا انه بسبب احتكاك السحب، والا ما كنتيش عارف اليوم غتعرف ان شاء الله. صوت الرعد هذا ماشي احتكاك سحب ولا والو، هذا باختصار صوت ملك من ملائكه الله. كيف جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. واحد المره جاو عنده اليهود وكان الرعد وسولوه شنو هذا، قال لهم: ملك من ملائكه الله موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث امر الله. وسولوه شنو هذا الصوت اللي كنسمعه، قال لهم: ذاك صوته. فاغلبكم اول مرة